السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، بالصلاة والسلام على رسول الله. غادي نبداو هاد الفيديو اللي غادي نخصو على مستجدات منتخب الوطني المغربي وخطة وليد الركراكي المستقبلية. السيد وليد الركراكي بعد ما جددت فيه الجامعة الثقة باش يواصل على رأس الإدارة الفنية ديال المنتخب الوطني المغربي، الآن سيبحث عن القطاع الغيار الذي سيعزز به التركيبة البشرية للمنتخب الوطني المغربي. قصة ومسلسل وفيلم ديال إبراهيم دياز يعود إلى الواجهة من جديد. جميع الصحف جميع القنوات كتهضر على أن وليد الركراكي غادي يمشي يتلاقى مباشرة مع إبراهيم دياز بعد اللقاء الأول اللي كان في إيطاليا واللقاء اللي كان في المغرب. غادي يكون هذا هو اللقاء الأخير ما بين إبراهيم دياز ووليد الركراكي بعد ما خرجت الصحف الإسبانية اللي كطالب باش أنه اللاعب إبراهيم دياز يشارك مع منتخب لاروخا. مسلسل إبراهيم دياز كيطرح مجموعة ديال التساؤلات. أولا، حنا كنبانو قدام إسبانيا بأننا جامعة ضعيفة ما عندهاش التكوين اللي تقدر تكون بها اللاعبين اللي غادي ينافسوا أبناء الجالية اللي هما مغاربة. أبناء الجالية راهم مغاربة، ولكن علاش واش ما كنصغروش روسنا كنبانو حنا صغار قدام الاتحادات الاخرى كالاتحاد الاسباني والاتحاد الفرنسي والاتحاد الهولندي؟ حنا كنبانو قدامهم بان حنا راه ما خدامينش. حنا كنتسناو كنتسناو الموجود، وكنمشيو وكندقوا على هذا وهذا ونجيبوا هذا. فين كاين هذا؟ راه كاين واحد اللاعب كذا، كاين ابراهيم دياز، كاين لاعب اخوماش. كثر عليه الحديث الان لان ما عندناش شي لاعب. الا شفتوا الفوق البطوله الوطنيه ما محلها من الاعراب، لا شيء. بطوله جامده، بطوله ديال 30 دوره كتلعب كتسالى، دا اللقب شكون اللي دا الله اعلم. بداو ثاني السيناريو، داو المشاكل اللي تيجي الى اخره. هادشي هو الدور ديال البطوله، وكتلهي واحد ثله ديال الشباب اللي كيتنفسوا على روسهم كل ويكاند، كيمشيو تما يتغاوتوا مع روسهم. هذا درنا لكم درتو لنا الى اخره. هذا هو الدور ديال البطوله الوطنيه بين قوسين. العوده للسيناريو ديال ابراهيم دياز عليه حمل ثقيل الان. انا اؤكد واجزم ان ولو ابراهيم دياز غادي يجي يلعب مع المنتخب المغربي، ما غاديش يكون ابراهيم دياز ديال اللي كيلعب مع ريال مدريد، لان اشكال كاين في المنظومه. فاش كاين الاشكال ماشي في اللاعب ولا كاين في المنظومه. خصنا نعطيو قيمه لروسنا. حنا عطينا القيمه لابراهيم دياز اكثر من القياس، ودابا هو كيحتقرنا بطريقه غير مباشره. بلاتي غنلعب مع الريال، غادي نلعب انا نمشي. لان كون ابراهيم دياز كون كان بحال الحكيم زياش كون جاب لا ما يتسنى كاع نقولوا له ولا يقول لنا، كل جا دق الباب وجا وغادي يعطي. علاش كيعطي حكيم زياش في المنتخب مزيان؟ علاش كيلعب مزيان؟ علاش كيلعب حكيمي مزيان؟ علاش كيلعب بوفال مزيان؟ هاد اللعابه اختاروا المنتخب بالقلب ديالهم وجاو وكيلعبوا مع المنتخب المغربي بالقلب ديالهم. شفنا حكيم زياش ملي غاب في الماتش ديال جنوب افريقيا كان المغرب ما كانش. فاش غاب، فاش كان خليل وزيتش المنتخب ما كانش. فاش كان عنده مشكل مع رونار المنتخب ما كاينش. ابراهيم دياز اللي الان عليه الضجه كلها، نفترض ان ابراهيم دياز ما جاش، قرر يمثل المنتخب الاسباني. وتا المنتخب الاسباني راه الا مثلو غيمثلو في مباراه وحده السلام عليكم، غادي يطفيوه، لانهم عارفين شنو كيديروا وما عندهم ديك الغصه ديال واحد نبتناه قد وجدناه غادي نستافدوا منه حنايا.
والنهار وهما راه عندهم خلف، عندهم لعابه في الانديه الاسبانيه راه والمحترفين في اوروبا كلها. ما بنيش هما على ابراهيم دياز، غير هما كيشوفوا بانه هما وجدوا واحد اللاعب. نفس السياسه كنهجوها ونعاودوها من 2004 وحنا باقي كنعاودو فيها وغادي من 2004 حتى لدابا، راه 20 سنه. كل الله الا عندنا منتخب كيطير. علاش ما نوجد؟ علاش اللعابه نجيبو من ديال المغرب، مغاربه في الانديه ديالنا 12 سنه 14 سنه، ونمشيو نهزوهم على انديه اوروبيه ونخلصوا لهم داك التكوين، يكونوا مغاربه ونخلصوا لهم داك التكوين. بحال كنصيفطوا واحد يقرا، نصيفطوا حتى اللعابه تا هما يلعبوا تمايا ويتكونوا ونجيبوهم يلعبوا يمارسوا في المنتخب المغربي. علاش كنتسناو حنا حتى واحد؟ شكون اللي كان كيعرف ابراهيم دياز؟ شكون اللي كيعرف فاش كانت عنده 12 سنه ولا 14 سنه؟ حتى واحد. حتى كان في الميلان، حتى مشى للميلان، من ريال مدريد مشى للميلان، عاد بان لنا ابراهيم دياز وما اكثرهم. شكون اللي كان كيعرف الشماخ قبل ما يجيبوا بدو الزكي؟ حتى واحد. محال يعقوبي، وزيد من ايامات مصطفى حجي وجبد. نخدموا شويه، نخدموا اصاحبي، نخدموا على البلاد، نخدموا شويه، نخدموا نكونوا هنايا ونصيفطوهم. سميتو البرازيل كتسنى لك هو واحد يتزاد لك في اسبانيا ولا يتزاد في البرتغال باش تجي تلعبوا في المنتخب ديالها. راه هما كيجيو من البرازيل وكيتشتوا في اوروبا ديالهم، ونهار كيحتاجوا المنتخب كيمشيو. نفس الشيء اللي كاين. راه ميسي راه كان في الارجنتين وجابوه مريض وكونوه في برشلونه مثل المنتخب ديال سميتو، راه ماشي تزاد هو في اسبانيا ولا شي حاجه. نتسناو نفس السياسه كل سميتو كلشي كيطبل. ابراهيم دياز غادي يعطي غادي الله ما يعطي شي حاجه واخا يجي شي بهاد السياسه باش غادي الله ربحنا حنا شي حاجه. لان باش كتربح مع واحد اللي هو هز الهم للبلاد، هذا هو ما غتربح. اما كل مره نفس السيناريو، نعاودو تالي. لامين يامال قامت الدنيا ولا اللاعب ديال برشلونه و17 سنه وباقي صغير والى طفات الشمع صافي جابوه مثل المنتخب ديال اسبانيا في الماتش الاخراني ديالو، طفات الشمع. حتى واحد مابقى كيهضر مع لامين يامال، حتى واحد، باش تعرف بانه حنا كنهجو ديك السياسه ديال المنفعه الانيه. واش لامين يامال دابا بالنسبه للعقول المغربيه باقي مغربي بنفس داكشي باش كنا كنشوفو قبل ما يحضر اسبانيا؟ هنا فين كاين المشكل. حنا الا بغينا بحال نمشيو بهاد السياسه وبهاد المنطق هذا وبهاد المنهجيه، نمشيو دابا حاليا نقلبوا على اولاد ديال 11 سنه و12 سنه و13 سنه ونجلسوا مع العائلات ديالهم وكذا ويبداو يجوا للمغرب وكذا سميتو. هادي متفق معاك. اما باش تيبان بان راه لاعب، واش واحد كيلعب مع ريال مدريد وبغاتو اسبانيا وتجي تقول لي انت ولا جيت تلعب معايا السلام عليكم، وسمحوا لي الا هضرت بهذا الانفعال. السلام عليكم.